تعريف الحرف وكيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني. نرى على اللوحة التي تلي ذلك. الحرف هو صوت يعتمد على مقطع، يعني مخرج محقق أو مقدر. لاحظوا الصورة التي على اليمين بارك الله فيكم. هذه صورة لإنسان ينطق حرف الدال ساكنة من غير قلقلة، فيقول أد، يقول أد. لاحظوا بأن اللسان عندما يصل إلى مخرج الدال يصطدم طرفه بمخرج الدال أد عند تلك الدائرة الزرقاء التي تظهر، فينحبس الصوت خلفها ويؤدي تصادم طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى إلى صوت الدال أد. هذا إذن الصوت، صوت يعتمد على مقطع. لماذا سمي مقطعا؟ لأنه يقطع طريق الحرف. الصوت يريد أن يخرج إلى الخارج، فيأتي هذا المخرج ويقطع عليه طريق خروجه، فسمي مقطعا. مقطع محقق. ما معنى محقق؟ يعني معروف الماهية تماما، كأن نقول الدال من طرف اللسان كما نرى على اللوحة. مقطع محقق يعني معروف تماما. بينما اللوحة التي تلي هذه اللوحة نرى على اللوحة التي في اليسار مقطع مقدر، وهو مخرج الألف المادية. ما معنى مقطع مقدر؟ يعني نقدر أن الألف المادية من الجوف اللي هو تجويف الفم والحلق الذي نراه أمامنا. نرى أمامنا تجويفان سيأتي ذكرهما بعد قليل بتوسع. فلما يقول أحدنا يا أو يقول فإن هذه الألف ينشأ صوتها من الوترين الصوتيين من بداية السهم الأول الذي ترونه على اللوحة اليسرى. من هنا ينشأ الصوت ويتابع الصوت طريقه خارجا إلى خارج الفم. هل يوجد في طريق الصوت وهو خارج شيء يقطع عليه طريقه؟ لا يوجد. لذلك لو سأل سائل من أين تخرج الألف، يعني لا نجد مكانا محددا نقول تخرج الألف منه، إلا أن نتكلم عن منشأ الصوت. منشأ الصوت هو الوتران الصوتيان، هو يعني أقصى الحلق. لذلك نقول إن الألف تخرج من التجويف أو تخرج من الجوف، يعني التجويف الفموي والتجويف الحلقي. لذلك سمى العلماء هذا المخرج مقطعا مقدرا. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك. كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني. الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. قلنا منذ قليل بارك الله فيكم إن المطرقة إذا ضربت على جسم قاس كخشبة أو معدن فإننا نسمع صوتا. لو صفق الإنسان كفه اليمين بكفه الشمال فإننا نسمع صوتا بسبب التصادم، وكان القدماء يسمونه القرع، إذا قرع شيء شيئا آخر. ففي جهاز النطق الإنساني الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. انظروا إلى الصورة بارك الله فيكم. مكتوب عليها مثلا الميم الساكنة تخرج بتصادم الشفتين. أم أم أم، فبتصادم الشفتين بعضهما ببعض تخرج الميم الساكنة. بينما الصورة التي بعدها، اللوحة التي بعدها الحرف المتحرك، اللوحة التي بعدها الحرف المتحرك، يخرج الحرف المتحرك، ونحن نعلم بأن الحرف المتحرك قد يكون متحركا بالفتح أو بالضم أو بالكسر، يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ويصاحب ذلك مخرج أصل حركته. الأمثلة التي نراها أمامنا ما مو مي. الحركة قد تكون فتحة وقد تكون ضمة وقد تكون كسرة. إذن مثلا الحرف الذي معنا هنا هو الميم، إن كان مفتوحا يصاحبه مخرج أصل حركته. ما أصل الفتحة؟ أصلها الألف. لما نقول ما فنحن نستعمل مخرج الميم والألف. انظروا إلى الصورة مرة ثانية.
ما مرة ثانية، ما مرة ثالثة، ما. فلما تتباعد الشفتان عن بعضهما لأن الميم متحركة، يخرج صوت الميم المتحركة سواء كانت متحركة بالفتح ما، أو متحركة بالضم مو، أو متحركة بالكسر مي. لكن اللوحة التي أمامنا هي لميم مفتوحة. ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، حروف المد واللين. حروف المد واللين هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه الثلاثة بتلك الشروط: أن تكون الألف والواو والياء سواكن وقبلها حركة من جنسها، قبل الألف فتحة وقبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة. هذه الثلاثة بتلك الشروط اسمها حروف المد واللين. سميت حروف المد لأنها لها قابلية المد والمط والتطويل، وسميت حروف اللين لأنها تخرج بيسر ولين على اللسان على الفم من غير كلفة على اللسان. نعود إلى اللوحة. حروف المد واللين تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك انفتاح للفم في الألف، ويكون اللسان في وضع الراحة. إذن تخرج الألف بانفتاح الفم ويكون اللسان في وضع الراحة مع اهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة. يعني لما يقول أحدنا مثلا يا الآن، فمي مفتوح، اللسان في وضع الراحة، ليس له وضعية يعني خاصة. الوتران الصوتيان اللذان رأيناهما في الصورة وكانا يرتجفان ويهتزان، هذه صورة حقيقية أخذت بالمنظار للأوتار الصوتية في الحنجرة. بهذا تخرج الألف باهتزاز الأوتار الصوتية. لاحظوا التشابه بين حدوث الأصوات في الطبيعة وحدوث الأصوات في جهاز النطق الإنساني. في الطبيعة تخرج الأصوات بالتصادم كما قلنا بالمطرقة وبضرب كف بكف، وتخرج بالتباعد كتمزيق ورقة أو كسر خشبة، وتخرج بالاهتزاز كالأوتار التي تكلمنا عنها، أو كمسطرة تهتز بإحدى طرفيها. كذلك لاحظنا في جهاز النطق الإنساني أن الله عز وجل طوى في جهاز النطق الإنساني ما يحدث في الطبيعة من طرق حدوث الأصوات. فالحروف الساكنة تخرج بتصادم طرفي عضو النطق، والحروف المتحركة تخرج بتباعد طرفي عضو النطق مهما كانت حركتها، فتحة كانت أو ضمة أو كسرة. وحروف المد واللين تخرج باهتزاز الحبال الصوتية، الوتران الصوتيان في الحنجرة، ويصاحب ذلك بالنسبة للألف كما رأينا في اللوحة انفتاح للفم واللسان في وضع الراحة. هل نستطيع أن نأخذ اللوحة التي بعد هذه؟ نعم. كيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني. بالنسبة للواو، إذا عندنا مشكلة يا ريت نجيب الكاميرا على بالنسبة للواو عندنا تخرج الواو بانضمام الشفتين في الواو مع ارتفاع أقصى اللسان. انضمام الشفتين في الواو مع ارتفاع أقصى اللسان. لما يقول أحدنا مثلا قوا أنفسكم، قالوا آمنا، قالوا آمنا، فإن الشفتان تنضمان وأقصى اللسان يرتفع عند نطق الواو، والوتران الصوتيان في الحنجرة يهتزان ويرتجفان. سنتابع الحديث عن حروف المد وكيفية خروجها، وأنها تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا إن شاء الله. نتابع حديثنا عن كيفية حدوث الحروف بالنسبة إلى حروف المد واللين. قلنا بأن الألف تخرج باهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة، ويكون الفم مفتوحا واللسان في وضع الراحة. الواو كما تكلمنا عنها قبل الفاصل قلنا بأنها تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام، هكذا مثلا قو، قالوا، لا بد من انضمام الشفتين إلى الأمام، ويصاحب ذلك ارتفاع لأقصى اللسان
قالوا لابد من ارتفاع أقصى اللسان، وإلا لا تخرج الواو بصوتها العربي المعروف. ويصاحب ذلك أيضا اهتزاز للوترين الصوتيين. هنا لما نقول ارتفاع لأقصى اللسان، قد بعض إخواننا الدارسين للتجويد يقولون إن هذا يشبه مثلا ما نعرفه في حروف الاستعلاء، من أن أقصى اللسان يرتفع عند نطق حروف الاستعلاء. الفرق بين الواو وبين حروف الاستعلاء في أمرين. الأمر الأول عندما نقول قالوا، فإن أقصى اللسان يرتفع في الواو لكن وسطه لا يتقعر، بينما وسط اللسان في حروف الاستعلاء يتقعر وينضغط الصوت إلى أعلى الفم إلى قبة الحنك، هذا في الحروف المستعلية. أما في الواو فنعم، إن أقصى اللسان يصبح هكذا كيدي هذه، يبقى مرتفعا، ولكن هذه المنطقة وسط اللسان لا تتقعر، يكون اللسان هكذا. جربوها. قالوا. نعم، الصورة التي أمامنا نلاحظ بأن أقصى اللسان مرتفع ووسط اللسان غير متقعر، والصوت لا ينضغط إلى قبة الحنك الأعلى كما نرى، بينما في حروف الاستعلاء يتقعر وسط اللسان ويرتفع الصوت وينضغط إلى قبة الحنك. هذا الفرق بين ارتفاع أقصى اللسان في الواو وارتفاعه في حروف الاستعلاء السبعة، فأرجو الانتباه إلى ذلك. الحرف الثالث والأخير من حروف المد واللين هو الياء المدية. الياء المدية، لما مثلا في نرى على اللوحة في أنفسكم مثلا، نلاحظ بأن الصوت يخرج من الوترين الصوتيين في أقصى الحلق ويتابع الصوت طريقه، إلا أن وسط اللسان كما نرى على اللوحة يكون مرتفعا. في أنفسكم مثلا، وجيء يومئذ، هكذا نجد بأن الياء لا بد فيها من ارتفاع وسط اللسان مع اهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة، فلننتبه إلى هذا الأمر.